برنامج سنوي يسمى calendar. إذن اليوم نقول today. البارحة يعني نقول yesterday. غدا نقول tomorrow. قبل 3 أيام نقول 3 days ago. بعد 3 أيام نقول in 3 days. إذن الأسبوع الماضي the last week. الأسبوع القادم أو المقبل نقول the next week. بالمناسبة إذا كنت مهتم بتعلم دروس اللغة الإنجليزية عن بعد تواصل معنا.